وكابلك بايزيد دنافرو برين شيندا خلخونن بيچاري دبيچا ودامارن گيانا خو بهلما دربدري آفددا كسرن بن آف خوفيري ملوانيا جيانكي بيچاره دكن گهدارن هجا سلاووريز دخلکا میاوی هفتیش برنامه کسرین بیهیویا امی میوانی جنکی مسیحی بن داشمره چیروکا سربهاتین خوابیجه. تعرفين بحالك سيدة سلام؟ سلام غالي، من حمص، مواليد حمص. أنا ضيعة اسمها مشتع عزار، 3/6/67 مواليدي. أهلا وسهلا فيكي سيدة سلام برنامجنا. الله يسلمك، تسلمي، شكرا كتير. سيدة سلام، تحكي لنا عن إعاقتك، شو هي وإمتى صارت معك؟ يعني هي إعاقة ولادة ولا نتيجة حادث ولا شو؟ إعاقتي مو ولادة، كان عمري 9 أشهر مثل ما بتحكي لي أمي طبعا، إنه من كتر ما كنت كربوجة وحلوة فصابوني بالعين. ما بعرف أنا إذا في ناس تآمن بهذا الشيء، بس بيقولوا إنه في كهربة العين بتكون قوية. هدول الناس وقت اللي إجوا لعنا يعني شافوني هيك إنه حلوة وهيك، يعني مثل واحد ما بيقول بسم الله إنه مثلا قديش حلو هالطفل، فبتصيبه حرارة، فصابني شلل أطفال. كان عمري 9 أشهر. بهداك الوقت أهلي ما كان معاهم يقدروا ياخدوني على الدكاترة ويجيبوني شلل الأطفال في رجلي اليسار، شلل الأطفال برجلي اليسار. ما قدروا ياخدوني يعالجوني، كان منطقة بعيدة وما كان في وسائل نقل كمان، فأثر علي وبقيت يعني الحالة معي هاي مستمرة لحتى صار عمري شيء 12 سنة تقريبا. بعدين أنا قررت أني أعالج حالي وقت اللي صرت بالشام. كان عندي قرايب بمشفى المزة، كان مستعد أنه يعني دائما يوقف حدي. وقت قررتي أنه أنت تعالجي حالك وقت قد كان عمرك؟ 12 سنة. 12 سنة وكان عندك هداك الوعي انه تاخدي هالقرار؟ ايه، لانه كنت شوف رفقاتي انه ليش هن بيمشوا صح وانا لا، فعندي شغله يعني كان دائما اقول ليش بيلعبوا رياضه انا ما بقدر العب رياضه، ليش صار في هيك، لازم اني اكون يعني قويه اقوى من هيك وصير مثلهم. فقررت اني اعالج حالي. مره كنت بالمدرسه، كنت صف سادس، كانوا عم بيلعبوا رياضة بالبحر، كل المدرسة كانوا عم بيلعبون رياضة. أنست الرياضة بتعرفني، كانت جارتنا، فكانت تخاف علي كمان، وكنت أحس إنه هي كتير هيك يعني يمكن كانت تحبني كمان. قامتني من بين من المجموعة من المدرسة كلياتها، وقفتني على جنب، خلتني أتفرج عليهم إنه أنت ما بتقدري تلعبي الرياضة اللي بدنا نلعبهم إياها، فوقفي أنت على جنب. بهاي اللحظة كتير تضايقت، إنه لا يعني ليش أنت عاملتيني هيك، مع إنه أنا بعرف إنه هي بتحبني، بس حسيت إنه لازم أكون مثل رفقاتي، لازم ما كانت تحسسني هيك. وبهداك الوقت كتير 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 صار عندي تصميم إني لازم أنا أتعالج وأصير مثل رفقاتي، ومن وقتها قررت أتعالج، وكنت روح أتعالج لحالي. هاي أكتر شيء كانت مؤثرة فيي يعني. رفقاتك ما كانوا يحسسوكي بهالشيء؟ رفقاتك، أنساتك، مدرسينك، الأساتذة؟ أنساتي كانوا يحبوني دائما، يمكن لأنه عندي الإعاقة كان أشوف إنه هن بنظرة يعني نوع من العاطفة لناحية. أيوه، إنه بيتعاطفوا معي، إنه حرام هي هيك، لازم يعني نسوي لها شيء ما نحسسها. بس وقت اللي يعني رفقاتي كان هيك بكل المراحل العمر، بتلاقي في عندك رفقات كواس بيحبوكي، وفي عندك حدا بده يأذيكي، لأنه طبيعة البشر هيك فيها خير وفيها شر. فكان في عندي رفقات وقت اللي كنا نجتمع بالإعدادي، صرنا يعني بصف السابع كنا نجتمع مثلا كلياتنا نجيب سندويش معانا ونقعد، فكانوا يحسسوني انه انت لا لازم ما تقعدي معانا، نحن بدنا نلعب العاب انت ما بتقدري تلعبيها، معلش تشتركي معانا في الاكل بس بغير شيء ما بتشتركي. يعني في هيك كنت حس انه لا، ليه؟ طب جربوا، طب حسسوني،
طب خلوني معاكم. يعني كنت اتضايق. قررت انه خلص يعني بدي تابع العلاج، وكنت اطلع لحالي على مشفى المزة. اهلك والدينك ما ساعدوكي بهالشي؟ اهلي ما كانوا يمنعوني، ما كانوا يقولوا لي لا، بس ما كان عندهم وقت انهم يطلعوا معي، واخواتي اللي اكبر مني كمان ما كتير اكبر مني وبالمدارس ما كان يقدروا يطلعوا معي، وامي كان يعني نحن 9 بنات واخ، يعني ما كانت تقدر تترك البقيه لحتى تلحقني، وابي دائما بالشغل، كان طول النهار من الصبح للمساء يعني شغله، فما كان يقدر. بس كان في عندي خال وبمشفى المزة يشتغل، كان يلاقي لي على باب المشفى وياخذني واعمل جلسات كهربائيه، يعني كلياتهم كانوا يساعدوني وكانوا يشجعوني انه لازم يكون عندك اراده، لازم يكون عندك هيك قوه انك انت بدك تطيبي، بدك تصيري مثلنا. حسيتهم هدول الناس انه دفعوني لشغلات كتير حلوه يحسسوني انه لا مثلي مثلهم، ومن هداك الوقت صرت انسى شوي شوي انه انا عندي اعاقه، وصرت اتعامل مع الناس مثل اني طبيعيه عاديه جدا، لحتى يجي حدا يحسسني. وكنت ارجع هيك يعني انه ليش يصير معي هيك، ليش يحسسوني، ما انا بالنهايه يعني انسانه مثلي مثلهم. يعني كنتي تنبسطي لاهتمامهم، بس بنفس الوقت بقلبك تقولي ليش كوني هيك لحتى يتعاطفوا معي. يعني كنت اقول انه ليش هيك لحتى يتعاطفوا معي، بس كنت احب اهتمامهم لانه يشجعني يقويني انه بدي يصير مثلهم، بدي يعني انا بعرف انه كل واحد فيه شيء بيسلم امره لله. انا كنت مرات اقعد اقول يا الله ليش هيك صار معي، ليش انا من بين الناس؟ بس لما كنت شوف غيري إعاقته أكبر من إعاقتي كنت أقول فعلا إنه كل ذو عاهة جبار، عندهم شوف الإرادة عندهم كتير قوية، فأتشجع كمان منهم أكتر، لسه أكتر. اللي عنده إعاقة كان أشوفه إنه يعطيني أمل بالحياة ويجرني لطريق ما كنت أفكر فيه، صير أمشي وراهم وأقول إنه الحمد لله إنه يعني أنا هيك، بس عم بشوفه إنه هو لسه أحسن مني، مع إنه إعاقته تكون أكبر من إعاقتي. فأتشجع، أحب إني هيك شوف حالي إنه لازم أقوي إرادتي أكتر. وبقيت أتعالج لمدة 6 سنوات، والحمد لله يعني صرت أحسن من الأول. وبعدين التحسن اللي صار بإعاقتك لأي درجة كانت؟ النسبة قديش كانت؟ 70%. ايه 70%، لأنه كان عندي قصر 3 سنتي بالرجل اليسار، القصر 3 سنتي، بعد العلاج صفى 1.5 سنتي. ما رح أقول لك إنه يعني 100%، بس إنه 70% استفدت من العلاج. وأنا لو تابعت بوقتها كان ممكن إنه يصير يعني مثلا الأحذية الطبية لو أنا لبستها، المشي لو كانوا شوي يعني ينتبهوا علي انه مثلا ركزي مشيتك. بس مثل ما اقول لك الحياه المرات الواحد ما بيقدر يلوم اهله، يعني لانه اكيد في اسباب انه بتكون الماديات معاهم، بتكون الظروف، بتكون عجقه الاولاد اللي بيجيبوها، لانه قبل كانوا يجيبوا كثير اولاد بيخلوهم ينسوا حدا، او مو ينسوه، يمكن بدهم يحسسوه انه هو مثله مثل اخواته. ما بدنا نهتم فيها زياده عن اللازم مشان ما تحس حالها انه هي مو مثل اخواتها. شي مرة لمتي اهلك كون عندك اخوات كتار، لو كانوا اقل كان الاهتمام لك رح يكون اكتر؟ لا ما لمتن ابدا، كان دائما اقول انه هذا امر الله، اهلي ما لهم علاقه فيه. بس كنت اتمنى يعني انه هلا يمكن بهالعمر انا كنت اقول انه يا ريتهم اهتموا فيه اكثر. بس طبعا بعرف وجعان، ولما بسالهم انه ليش ما اهتميتوا فيه بيجاوبوني انه نحن ما كان بدنا نحسسك انه انت اقل من اخواتك، انت مثلك مثلهم، مشان هيك ما كنا نعتني فيكي اكثر.
وهي الشغله بحبها كثير من اهلي، بحبها من جيراني، بحبها هلا من رفقاتي كمان، بحبها انه ما بيحسسوني انه انا في شيء. سلام، تحكي لنا مشوارك، مشوار ال6 سنين اللي كنتي فيه عم تعالجي حالك. تحكي لنا مسيرة هال6 سنين شلون صارت، شلون انتي بنت 12 سنة كان قرارك بإيدك انك تعالجي حالك وكنتي بتروحي بتجي لحالك، يعني اعتمادك ما فينا نقول 100%، يمكن 85% كان عليك انتي. انا لما قررت انه اتعالج يعني قلت لهم لاهلي، اهلي ما رفضوا واخذوني اول مره ورحت على مشفى المواساة. طبعا مشفى المواساة ما كانت بهداك الوقت ما يعني مجانيه كانت او عسكريه او ما بعرف يعني لحد الان انا ما سالت بموضوع انه يعني شلون، بس بعرف انه كان عندي قرايب، هو خالي وكان دائما يقول للدكاتره انه هي بنتي يعني. فطلعت اول مره في الباصات، كان في النقل الداخلي طبعا ويمكن اسعته لهلا. رحت اول مره مع اهلي، وصلوني لهونيك، سويت علاج مره يعني وحده قدام اهلي، وبعدين وقت اللي رجعت كمان رجعوني اهلي. فعرفت الطريق انه مثلا باخذ الباص الفلاني، باخذ السيرفيس الفلاني، بوصل لمنطقه اهلي. طبعا مسافه فيه بعيده بين اهلي وبين محل اللي بدي اطلع، بس بالباصات يعني، بس كنت عادي. وشلون الصعوبة اللي كنتي عم تشوفيها من ناحية انه رجلك ومواصلات وهيك شغلات؟ كنت اتعب بالطريق، كنت اقعد بالطريق يعني اتمهل على حالي، ما عندي مشكلة كان، بس كان عندي المهم اني صير مثلي مثل غيري. ما كان عندي مشكلة اذا قعدت بالطريق، ما كان عندي مشكلة. كنت اطلع باللي حوالي انه ليش هني ماشيين وانا لا، كنت اتشجع ومكمل ارجع للبيت او ومكمل وصل للمستشفى. ما كان عندي شيء اسمه يأس، ما كنت احب اليأس ولحد الان ما بحب اليأس. كان بالشهر اطلع مرتين، باول شهر ب15 شهر كان اطلع اعمل جلستين. كان في اطباء روس، كان في من المانيا، كان كل مره كان في دكتور كان مثل يعني بدي اقول لك يعملوا تجارب او يعملوا مثلا انه شوفوا هاي مثلا بدنا نعمل عندها الاعاقه، مثلا بدنا نعمل لها هيك هيك هيك، يعني مثل درس يعطوه للدكاتره اللي بدهم يختصوا. او بهالحاله هي ما كان عندي مشكله انه عم بيعملوا علي تجارب. المهم انا عندي شيء انه بدي وصل لهدفي حتى ولو شو ما صار. الامل بخليكي تضلي دائما متفائله. كان عندي امل انه اصير مثلي مثل البقيه، كان دائما عندي هدف بدي اوصل له. كان مثل هيك واحد ضايع بصحراء وشايف نقطه هيك ضوء بعيد بده يوصل لهونيك مشان يعرف وين طريقه. انا هيك كان عندي امل كتير كبير اني اصير مثل باقي الناس. هذا اللي خلاني يعني دائما اتشجع، ما كان يوقف عندي ولا شيء. السلام، كان عم يصير عندك احراج وقت تطلعي بالسرافيس، وقت تطلعي على درج، وقت زحمه السير او هيك، وتحسي انه انت حركتك مثلا بطيئه ولبين ما تمشي والكل وراكي مثلا، كان عم يصير نوع من الاحراج جواتك انه لو ما كان هيك كنت مشيت وما خلي العالم تستنى وراي؟ ايه كان عندي، بس كنت حاول انه ما اخلي حدا يحس فيه. كنت دائما يعني اقول انه بدي اطلع بسرعه وحاول اني اطلع بسرعه وما اتلبك، بس مشان ما اخلي اللي وراي مثلا ينتظر او اللي قدامي اللي عجلي في وراكي ناس. كنت دائما عندي قوه اراده انه ما بدي احسس ولا حدا انه انا عندي اعاقه، وخاصه انه ما بيعرفوني مشان ما يشفقوا علي. ما بحب حدا يشفق علي، بحب اني اكون طبيعيه مثلي مثل غيري.
سلام، ليش وقفتي علاجك ما دام كان فيك تكملي ويمكن تصلي لمستوى أحسن من اللي كنت طالبة بكالوريا. تقدم لي زوجي اللي هلا يعني زوجي تقدم لي مشان خطبة وزواج. يعني كان من العيلة؟ لا، هو أنا حمصية وهو من الجزيرة من هون. فعندي أخت قالت شو بدك بالزواج، ليش بدك تتجوزي؟ نحن إذا نحن صاغين ما قدرنا على هالحمل، ليش أنت بدك يعني تتزوجي؟ ما رح تقدري. فصارت عندي ردة فعل، عن جد صار عندي ردة فعل إنه ليش تقلي هيك. فقررت إنه الزواج يعني، وتزوجت. اجيت لهون على أساس إنه كمل علاج. فطلعت المنطقة كتير بعيدة عن الشام، وما بالإمكان إني ضل رايحة وجاي لحتى أكمل علاجي. وهون ما كان في هاي المستشفيات الكبيرة، وما كان في الأطباء يعني منطقة ما بعرف، كانت كتير بالنسبة لي بعيدة. يعني ما كنت بعرف أصلا بمنطقة المالكية لحتى إجيت على المالكية. سلام، تعامل زوجك معك شلون كان؟ عادي جدا، عادي جدا. حسسك شي مرة بإعاقتك ولا؟ لا أبدا أبدا. عشان هيك كنت يعني أحبه، لأنه ما كان أبدا يحسسني إنه في إعاقة عندي. لا. أكيد سألتي شي مرة إنه ليش اخترتني وأنا هيك، مو؟ لا، ما سألته أبدا، لأنه هلا إذا بدي أقول لك إنه كمان زوجي عنده إعاقة كمان، يعني ما كان في مجال لا أنا أسأله ولا هو يسألني، لأنه نحن مثل بعض وشايفين الدنيا حلوة. ليش بدنا نسأل بعض ونوجه حالنا؟ خلص يعني نحن بنفس الشيء. سلام، أنت وزوجك يعني هذا القرار اللي اتخذتوه شلون صار؟ أنا بصراحة كنت طالبة بكالوريا، وهو كان جارنا يعني، وكان دائما أطلع وفوت من قدام البيت تبعه، بس أنا ما كان في حكي بيني وبينه. يعني نحن كتير محافظين، عائلة يعني كتير محافظة، وخاصة انه 9 بنات. يعني في اهتمام من الاهل انه بدهم يركضوا ورا الكل، ما بصير تتعرفوا على حدا، ما بصير تحكوا مع حدا، بيخافوا عليكي انه مثلا لا تقعي بغلط شيء كذا. انا ما كنت اعرف انه هو شاب حاطط عينه علي، ولا كنت بعرف اسمه ولا اي شيء. وبعد فترة هو اختفى من الحارة، شيء مدة تقريبا شيء 6 أشهر، وبعت لي رفيقه بيقول لي انه بده يحكي معي. يعني فقلت له انه يعني ليش بده يحكي معي؟ بس تشوفيه يعني هو بيحكي لك بيقول لك انه ليش. فانا يعني حكيت بصراحه لاختي الكبيره، واختي الكبيره ساعدتني، قالت لي انه يعني عادي، يعني انا وانت كنا مع بعض ما في مشكله. فرحت شفته للشاب، فبيقول لي انه انا كنت قبل يعني كنت حبك، وما كنت اطلع انه انت عندك اعاقه. فانا سالته وين كنت هي 6 أشهر ما كنت انت بالحاره، كنت مختفي وين؟ فقال لي انه هو بهال 6 أشهر صار معه حادث انفجار لغم بالقنيطره بال 82، وكان عم بتعالج لانه فقد رجله. فقال شوفي يعني الله يمكن بده ايانا نكون مع بعض، مشان هيك صار عندي إعاقة، مشان ما في يوم من الأيام لا أنا عايرك ولا أنت تعايريني. يعني حبيت هي الشغلة، ويعني هيك حسيت إنه فعلا هذا هو، مثل ما بيقولوا لما بيجي النصيب كمان بيسكر التم، ما بيخلي الواحد يحكي. فقررت إنه يعني نتزوج وإجيت لهون. كنتوا بتلاقوا صعوبة بحياتكم؟ يعني حياتكم الزوجية كنتوا بتلاقوا صعوبة فيها أنتوا الاثنين؟ لا أبدا، كان عادي جدا. كنا نطلع مشاوير ونروح زيارات، وما كنت أحس أبدا إنه لا، يعني أبدا ما حدا كان يحسسني، لا هو كان يحسسني ولا أهله كانوا يحسسوني يعني بهذا الشيء. طبعا ممكن يكون في منهم نظراتهم مثلا إذا أنت قعدتي معهم مثلا هيك يطلعوا إنه ليش هي مثلا مو غيرها. بعدين يعني التساؤلات هن يمكن يسألوها لحالهم، ما كانوا يسألوني إياها لإلي مشان ما يحسسوني إنه في شيء. أو يعني أنا كمان بطبيعتي مرحة كتير وبمزح وبضحك، وما يعني ما بخلي الإعاقة عندي هي شاغلة مخي، ما بخلي هيك شيء. مشان هيك ما حسيت إنه حدا ضايقني يعني أبدا. بس أنا طبعا أنا بيني وبين حالي كنت حس إنه ما أتصرف تصرفات، لأنه أول شيء جو جديد علي، وعيلة جديدة علي، وبلد جديد علي، وعالم وناس جداد علي، ما بعرف نظرة هدول الناس شلون بدها تكون لإلي. فما كنت كتير يعني أعمل مثلا
حركات أو أتخالط مع الناس كتير لحتى أفهم هدول الناس اللي قدامي شلون هني. كنت بحب إني أعرف الناس قبل ما اختلط معاهم. بعدين لما اختلطت معاهم ما شفت منهم أي مضايقات، والحمد لله لي 31 سنة هون يعني، والناس كلياتها تقريبا بتحبني هون ويعرفوني، والحمد لله مرتاحة يعني. سلام، انت عندك الفكرة هيك بمخك تكونت، هالفكرة انه كل ذي عاهة جبار. اكيد. هالفكرة اللي تكونت ببالك شلون تكونت؟ اكيد في مراحل مرقت بحياتك خلتك توصلي لهالنتيجة. قلت لك انه المواقف هاي تخليني يعني مثلا مثل هلا اختي شو حكت، مثلا لانسي شو عملت فيي، رفقاتي شو كانوا، هدول الشغلات أنا بدي أحسسهم إنه أنا ما رح أوقف عند هاي الشغلات، مثلي مثلكم رح أكون جبارة أكتر منكم. مشان هيك بقولك إنه كل ذي عاهة جبار، لأنه كمان كنت شوف يعني معاقين وأكتر مني، وشوف عندهم أمل وشوف عندهم إرادة قوية، كانوا يشجعوني أكتر، وكنت استمد قوتي منهم أكتر من الناس الطبيعيين، إن بدي أصير مثلهم. لا، بدي أخذ قوتي من هدول الناس لحتى أكمل أنا، لحتى أقول لهم إنه لازم يكون عندنا إرادة، نخلي الناس كلها تنظر لنا نظرة مثلنا مثلهم. لازم أشتغل ولازم أتوظف ولازم أتزوج ولازم أجيب أولاد، ولازم ما حدا ينظر لي نظرة معاق. كنت قاعدة قدام التلفزيون عم بتفرج على واحد معاق ما له لا إيدين ولا إجرين، قاعد على خشبة مربعة هيك وإلها دواليب، وبشوفوا انه شلون عم بيقدر بقوه جسمه يمشيها لهي الخشبه، و يعني وماشي بالشارع، حتى الناس يعني ما تنظر له انه هو معاق. حبيتها كتير هي اللقطات، كتير حبيت انه عنده قوه يعني مو طبيعيه. فحسيت انه انا ابدا بالنسبه له وبالنسبه لارادته وبالنسبه للقوه اللي عنده انا ولا شيء، ما عندي اراده. وتمنيت اني اكون بقوه الاراده اللي هو ماشي فيها. فيها كمان قصه شفتها كمان اثر فيي كتير، انه واحد جديد كان صار معه حادث، فرحت ايديه واجريه وهو مولع في الكمبيوتر، فمن كتر ما كان عنده اراده كتير قويه فخلوا اهله انهم يساعدوه واللي حواليه يساعدوه بهي الشغله. حتى بدقنه بتلاقيه لمن بيكتب بيتفرج على الانترنت، بيفتح فيسبوك وبيحكي مع رفقاته، وكله بالحركه بدقنه، بيعود دقنه يعوضه عن ايديه واجريه، يعني بيتعلم كل شيء بتمه يسويه. هاي الشغله كمان كتير عطتني هيك قوه ودافع واراده، لانه اقول انه انا ابدا ماني ما في ولا اعاقه ولا اي شيء، ما في ولا شيء. يعني بحس انه انا ما بتعاطف معهم، بتمنى انه اعمل شيء هيك يوصلني لأكون بمستوى الاراده اللي هن عندهم اياها. هي كتير حلوه وبحبها كتير، وبتمنى يعني هون بهالوقت هذا وبهالظروف اللي نحن فيها يعني ما يحسسونا لأي واحد معاق، لا يحسسوه انه هو معاق. لازم يدفعوه انه انت مثلك مثل غيرك، ما ينظروا له ابدا في الشارع انه هو معاق. لا يمسك واحد، معلش المساعده حلوه معلش، بس لما بده حدا يساعدني لا يحسسني لانه انا معاقه. ساعدني، ما بدي اياها هي، ساعدني كإنسان مو لأنه أنا معاق. بعد ما تزوجت وكان عندي 3 أولاد حبيت إني ساعد زوجي، لأنه كانت يعني هو كان يشتغل بس ما كان يكفي، فأنا كمان حبيت إني أكون واقفة جنب منه وتساعد أنا وياه إيد بإيد يعني.
ليش ايش معناتها هو عنده اعاقه وعم بيشتغل وليش انا ما اشتغل؟ بدي اشتغل. فحبيت اتوظف. توظفت، اجت وظيفه بالاتصالات، وفي بدايه الوظيفه اجيت لهون لقيت ما في تعاون من البنات. رفقاتي البنات ما كان عندهم تعاون معي، كانوا يقولوا شو اللي جابك لهون؟ شو اللي جابك على منطقتنا؟ كان بقيتي في بلدك وتوظفتي ببلدك. وانا هون تضايقت كثير انه ليش يحكوا معي هيك؟ ما كانوا يحبوا يساعدوني، ما كانوا يحبوا يعلموني. بس كان المدير حسيته تعاطف معي، راد يساعدني، يعطيني قوة كمان انه لا تردي عليهم، لازم تكوني اقوى من هيك. وبفترة لما وقت اللي ما كانوا يساعدوني كان ابكي وليش يعني ليش هيك عم بيعاملوني؟ لانه انا عندي اعاقة، هني ما عندهم اعاقة. لما شفت المدير تعاطف معي صرت يعني اتشجع، ما بدي نظرة التعاطف تبعه توصل لي، لازم اكون انا اقوى من هيك، ولازم اتحداهم ولازم اتعلم مشان ما اخليهم هن كمان يشفقوا علي او احس انه في نظرة شفقة منهم. انا ما احب حدا يشفق علي بهيك شيء. فقلت له انه اذا ممكن انا ما بدي اشتغل مع البنات، حطني بعد الظهر، بدي اشتغل مع الشباب. قال لي انت متزوجه وعندك اولاد، يعني احسن لك انه تكوني دوام صبح. قلت له لا، انا بدي تكون دوام بعد الظهر. قال لي معلش ما هو مشكله. شاف انه انا في عندي مثل شيء بدي انا اسويه يعني لنفسي، مشان اثبت للبنات لما بدي ارجع على دوام الصبح انه انا احسن منهم وبتعلم اكثر منهم، ومو لانه انا عندي اعاقه معناتها ماني ذكيه مثلهم او ما بقدر احقق اللي هن محققينه. قرر انه اوكي ما في مشكله، حطني بعد الظهر. الشباب تعاونوا معي كثير، صاروا يعلموني، وانا لانه حطيت ببالي هذا الشيء صرت احفظ ارقام. كانت المقاسم عنا يدويه، ما كان لسه آلي. بال 94 بال 93 بال 94 لسه ما كان آلي، كان يدوي. لازم تحفظي ارقام، لازم تعرفي مثلا المدارس والدكاكين والدوائر الحكومية والمسؤولين وأرقامهم ومع مين بيحكوا، ودائما هيك يعني. فكانوا رفقاتي بعد الظهر كانوا دائما يقولوا لي إنه دوام الصبح أصعب لأنه فيه دوائر حكومية وبيطلبوا مدارس وبيعملوا كذا وهيك. كانوا يقولوا لي مثلا هذا الرقم بيطلب هذا الرقم، كنت أحفظهم لحتى إنه خلال فترة يمكن شي شهرين قررت انه ارجع لدوام الصبح. ورجعت لدوام الصبح لما كانوا يجي يقولوا لي ها شو تعلمتي بسرعه، ما رد عليهم فرجيا انه انا احسن منهم وبتعلم اكثر منهم ولازم اكون اكثر منهم بهي الشغله. يعني دائما كنت مرد واشتغل، وبسرعه اللي كانوا هن يشتغلوا فيها، اللي كان هن لهم شي 5 سنين او 6 سنين عم يشتغلوا، كنت اشتغل انا مثل خلال شهرين. بس لانه قالوا لي هيك حبيت اتحدى انه لا، انا مثلكم وابدا ما اقبل اكون الا مثلكم. وهيك صار. هي الشغله اثرت في كثير بالبدايه، بس هلا الحمد لله كلياتهم يعني بيتفهموني، كلياتهم بيحبوني، وكلياتهم يعني اصدقاء اوفياء فعلا. سلام، زوجك مثلك متفائل بالحياه؟ يعني عنده هذا الدافع ولا شو؟ لا، ما عنده قوة الإرادة. ما بعرف أنا إذا لأنه أنا صغيرة صار معي هيك شيء وربي معي هذا الشيء، وحبيت أني أكون يعني طبيعية جدا، وهو يمكن لأنه كان كبير وصار معه هذا الشيء فصار عنده مثل خوف أو ردة فعل أو عدم ثقة بنفسه أو ما بعرف. يعني ما عنده الشجاعة أنه يقول أنه أنا معاق، ما عنده أبدا تفاؤل لقدام، يعني مستسلم كتير للحياة، ما كتير بحب يجدد بحياته ولا يعمل أي شيء جديد أبدا. ما عنده هذا التفاؤل أبدا. بينما أنا لا، لحد الآن بحب ساوي شيء جديد بحياتي. يعني بتقولي هذا الانكسار اللي بنفسه انه معقول لأن وهو كبير صار معه هالإعاقة؟ أكيد.
يعني بيشوف مثلا رفقاته كلياتهم بقيوا طبيعيين وهو ما بقى يقدر يتصرف مثل التصرفات اللي كان يتصرفها مع رفقاته وقت اللي كانوا مثل بعض. بحس انه هو انكسر بيناتهم او هو صار عنده اعاقه وما بده يخلي حدا يعرف انه هاي الاعاقه مثلا صارت معه او ردته عن شيء، فما بيقدر ابدا يفكر انه انا ورفيقي نفس. حتى رفقاته تركهم، حتى رفقاته اللي كان هو وياهم من هن وصغار تركهم، يعني ما بقي هو وياهم اصدقاء. ليش؟ لانه بيحس يمكن انه انا صار في عندي اعاقه، هني ما صار عندهم اعاقه، بخاف انهم يحسسوني بهذا الشيء. عنده خوف، ما عنده تفاؤل، ما عنده تفاؤل ابدا. ما كنتي تأثري عليه بتفاؤلك؟ كنت كتير حاول اقول له يعني ادفشه مثل ما يقولوا دفش، اشتغل اعمل سوي، يعني كل زوجين بيكون في متطلبات بيناتهم. كنت انا دائما بهذا مشان ادفعه انه يساوي، بس كنت شوفه لا ما يساوي، ما بيجاوب معي، ما كان يجاوب معي. لا يعني بدي اقول لك نحن في البدايات يعني انا ما بعرف شلون كانت هي ونظرته، مثلا ليش بده كان ياخذني انا عندي اعاقه هو ما عنده اعاقه، ووقت اللي صار عنده اعاقه ليش تغيرت نظرته؟ يعني ليش صار يحس انه صرت مثله بس هي اقوى مني؟ بدل ما يتشجع يصير احسن مني صار تنكسر نفسيته اكثر، صار يرجع لورا اكثر. يعني صرت احس انه ما بقى عنده التفاؤل، ما عاد عنده هيك، مع انه دائما ما كنا ابدا نتناقش مع بعض انه مثلا انت هيك او انا هيك، مشان ما يصير في حساسيات بين بعضنا البعض. دائما كنت احسسه انه انا فيني كمان اعمل الشيء اللي انت بتقدر تعمله وانا بقدر اعمله، خلينا نكون ايد واحده ونشتغل سوا. كان هو دائما يحس بحاله انه لا، يعني دائما ينظر للحياه لا، صار عندي هيك ما بقى بدي اعيش، ما بدي اطلع، ما بدي فوت، ما بدي اروح، ما بدي اجي، ما بدي اخلي حدا ينظر لي نظرة شفقة. بس ما كان عنده شجاعة يدخل بين الناس، يفوت بين الناس، يتحاكى مع الناس، يجتمع مع الناس. ما كان عنده ابدا. انا ما كان عندي هاي الاراده التشاؤميه ابدا. ولحد هلا زوجك بيفكر هيك؟ يعني حتى بعد ما طلع لبرا نظرته لساتها هي النظره التشاؤميه؟ هلا برا في عندهم شغله كتير حلوه. انا رحت لهونيك كمان وشفت يعني انه ما بينظروا لك ابدا انه انت معاقه، ابدا ما بينظروا لك هي النظره، ولا بيحسسوكي ولا بشفقه ولا باي شيء. لازم تشتغلي مثلك مثلهم، لازم تكوني مثلك مثلهم. عندهم شغل للاعاقه تبعك، بدك تروحي تشتغلي مثلك مثلهم. الساعات اللي بيحددوا لك اياها لازم تكون مثلك مثل المعاق من الطرف الثاني، اعاقته نفس اعاقتك، لازم يكون نفس. شوف هو الماني بده يشتغل هذا الشغله، انت لازم تكون مثله. يعني خليك هيك قوي مثله، تشجع منه، تطلع عليه. هو لا، لسه عنده نفس النظرة لأنه حتى بعد ما طلع لبرا ما تأثر بالنظرة هنيك؟ لا ما بعرف شيء انكسر فيه جواته، حدا كاسره بشيء معين. أنا بالنسبة لي ما كنت يعني اتناقش أنا وياه بهذا الشيء. يعني ما كان يفتح لك قلبه؟ مو قصة ما كان يفتح لي قلبه، يمكن ما كان بده يحسسني، عم يشوفني انه مثلا انا متفائلة وعبركض مثلا انه بدي احقق احلامي مثلا، او في شيء في بالي انا بدي ما كان يخليني اتراجع. كنت يعني دائما اتشجع امشي لقدام. ما كان هو يقول لي لا، بس ليش هو كان لنفسه يتراجع ما بعرف. ما تناقشنا ابدا، له 15 سنه ما انا هون مسافر. سلام، بالنهايه شو بتحبي تقولي لكل واحد وضعه مثل وضعك او يمكن اغرب؟ بقول له انه قول انه هاي اراده الله، ولا تخلي ولا شيء يوقف قدامك. قول انه الله معي وبدي امشي، ما بدي اخلي ولا حاجز قدامي. خلي الامل والتفاؤل قدام عينه، وخليه يكون عنده اراده قويه وما ينظر لاي شيء عائق قدامه.
رح يشوف حاله هو أحسن واحد في الدنيا، لا يخلي حدا أحسن منه، هو أحسن من كل الناس. طبعا لازم الإنسان يكون كتير متفائل، لا يخلي شيء ولا شيء يوقف قدامه، ولا أي أمر صعب. يعني ما خاص نص ذوي الاحتياجات الخاصة لازم أكيد هدول هن اللي لازم يثبتوا إنه إرادتهم أقوى من إرادة الإنسان الحقيقي، مو يعني ما فيه عاهة أبدا، لازم هو يكون أقوى واحد في الدنيا. يعني ما في أكتر من المعاقين اللي عم نشوفهم عم يكسروا الدنيا، بيعملوا شغلات بتخلي الواحد يعني يتشجع يكون مثلهم. بنشوف اللي ما عنده ايدين وما عنده اجرين شو بياكل وبيشرب وبيروح وبيجي وعنده تفاؤل، هذا اعاقته يعني كبيره كتير، بس كتير بتشوفيه. لما بتشوفيه يعني حتى المو معاق بيتمنى يكون مثل هذا يقدر يتصرف. لازم يكون الواحد قوي، والامل والاراده اقوى شيء عنده عن جد. انا عندي اعاقه وبس اطلع بحدا بالتلفزيون اعاقته اكبر من اعاقتي بيدفعني اني انا اسوي لحتى اوصل لمستوى الاراده اللي عنده هو. نتشكرك كثير سلام. اهلا وسهلا. گوهدارن دلال ام گهان داویا برنامه کسرن بهی ویا و هتا خلک کادن و میوانندن هین بمینن دخوشیده.